بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن مشكلة بتقابل البعض لما بيجي يعمل عملية رفع مساحي لقطعة أرض أو بيت ويجي يرسمها على الأوتوكاد. في الأحيان أو في الغالب يعني بيكون البيوت دي معظمها بيكون فيها شطرات، أو بمعنى أصح الأضلاع بتكون فيها ميل، مش كلها مستطيلة أو مثلا بيت مربع، لأ بيكون فيه الأضلاع مايلة اللي هي بنقول عليها مشطورة يعني. فطبعا احنا لو جينا نرسم على الكاد، جينا مثلا قلنا هنا هنعمل لاين ونرسم عادي يعني، هنلاقي ان الرسمة مش بتطلع معانا بالابعاد المظبوطة زي ما انا عاملها على الطبيعة. يعني مثال بسيط، دي قطعة ارض ودي الابعاد بتاعتها 8 في 10 في 10 25 في 11. طبعا من الواضح ان مفيش غير يعتبر الضلع اللي هو افقي اللي هو التمانية، والباقي كله بميل او مشطور. فاحنا لو حاولنا مثلا ان احنا نعمل لاين مثلا، قلنا خلاص هنرسم القطعة دي، نعمل لاين، نبدأ نرسم التمانية، ادي التمانية اهي، وابدأ ارسم الميل الاولاني اللي هو اول 10 مثلا، تمام، والضلع المقابل ليه اللي هو اقول مثلا ال11. انا بعمل اي ميل لان انا مش عارف اظبط الميل بتاعي 11. ولو اوصل الاتنين ببعض اجي بقى اقيس. لو انا جبت الدايمنشن، تمام، ده الضلع 11 وده طبعا التمانية، تمام. نيجي بقى نشوف الضلع الاخير، هنبص نلاقيه طلع 13 58، بس انا قايسه على الطبيعه 10 25. طب انا كده هشتغل غلط لما اجي اعمل التقسيم المعماري او اشتغل بقى ان انا اقسم قطعه الارض دي، كده انا اصلا شغال غلط. طب انا ازاي بقى اجيب البعد الاخير ده صح والمقاسات تكون مظبوطه؟ هو ده اللي احنا هنقوله النهارده ان شاء الله في الفيديو، ومش هيتخطى اكتر من دقيقتين ثلاثه باذن الله. فاول حاجه دايما انا بدور على اكتر خط عندي او اكتر ضلع عندي بيكون افقي، مش بيكون في ميل قوي. هو ده اللي انا ببدا بيه. من الواضح من الرسمه اللي عندي هنا ان اكتر خط افقي ومظبوط يعني ما فيهوش ميل اللي هو الثمانية. فانا اول حاجه هبدا اعمل لاين افقي اللي هو الثمانية، واختار بقى اي جنب انا عاوز ابدا بيه عادي. عايز ابدا من الضلع ده تمام، من الضلع ده تمام، مش هتفرق. انا بعمل ايه اصلا بقى وانا بقيس على الطبيعه؟ وانا بقيس على الطبيعه لما الاقي قطعه الارض اللي عندي او المبنى اللي عندي فيه شطرات كده او فيه ميل، فبروح قايس الاوتار اللي عندي، بقيس باخد الوتر ده والوتر ده واقيسهم على الطبيعه، علشان الطريقه اللي انا اقدر اجيب بيها الضلع المشطور هتيجي من خلال الاوتار. فانا طبعا قايس الاوتار اللي عندي، الوتر ده 13 و3 والوتر ده 14 و4. نبدأ بقى نقول ازاي هنجيب الأضلاع المشطورة دي. طبعا هنقول مثلا ان احنا هنبدأ بالجنب اللي هو ال11 اللي عندي ده. الخطوات بقى اللي انا بعملها، اول خطوة عندي ان انا برسم دايرة بيكون نص قطرها هو طول الضلع اللي انا عاوز اعمله، وبتبقى عند نقطة البداية بتاعة الضلع اللي هو النقطة دي اللي هي هنا. فانا هعمل اول دايرة او بدايتها هتكون النقطة دي، ونص قطرها هيكون طول الضلع اللي هو ال11. واجي عند النقطة التانية اللي عندي هنا وهعمل دايرة تانية هيكون نص قطرها ايه بقى؟ نص قطرها هو طول الوتر اللي واصل من النهاية اللي انا هبدأ عندها لحد نهاية الخط اللي المفروض انا هعمله. فالوتر اللي عندي اللي هو هيبقى نص القطر هيكون طوله كام؟ هيكون طوله 14 و4. يبقى انا هاجي اعمل دايرة عند النقطة التانية دي، وهعمل الدايرة نص قطرها كام؟ 14 و4، وادوس مسطرة. دوست مسطرة. نقطة التقاطع اللي ظهرت لي بين الدايرتين الاتنين دول هي نهاية الضلع اللي المفروض انا هرسمه. فخلاص هروح اعمل لاين واجي عند النقطة دي اللي هي نقطة بداية الضلع اللي انا كنت عايز اعمله، والنهاية بتاعته هتكون ايه؟ هتكون التقاطع اللي بين الدايرتين. خلاص انا عملت الضلع ده، اروح ماسح بقى الدايرتين. بنفس الطريقة هعمل الضلع المقابل ليه اللي هو ال10. فخلاص انا هعمل دايرة هنا. اول دايره هعملها عند نقطه البدايه بتاع الضلع هتكون ايه؟ هتكون نص قطرها هو طول الضلع اللي هو 10. واروح من الجنب التاني واروح عامل دايره هيكون نص قطرها ايه؟ نص قطرها هو طول الوتر اللي قاطع النهايه
اهو. ده الوتر اللي قاطع النهاية بتاعة الخط ال10. فخلاص فهعمل نص قطرها هيكون كام؟ هيكون 13 و3. اتقطعوا هنا خلاص، يبقى دي النهاية بتاعة الخط اللي عندي. بقى اعمل لاين واوصل البداية وادي النهاية اللي عندي، وهروح ماسح الدايرتين. الخط اللي فاضل ده اللي هو الاخير خلاص مش هحتاج اعمل له اي حاجة ولا دوائر ولا حاجة، لا هوصله ببعض بس على طول كده. وصلنا الخطين ببعض. طبعا احنا هنشيك على كلامنا ازاي، ان احنا هنقيس كله. اهم حاجة الخط اللي هو المايل ده يطلع 10 25. وبعد كده لو انا بقى حابب اشيك اكتر ممكن اقيس الاوتار كتأكيد لنفسي مش اكتر. فيلا نجيب الدايمنشن. طبعا ده 8 تمام. نقفل القائم ده علشان ما يضايقناش. وده 11 وده 10. اللي فوق بقى اللي هو اهم حاجة طلع كام؟ 10 25. يبقى احنا كده شغلنا صح ومظبوط. عايز اشيك اكتر مفيش مشاكل، هروح قايس الاوتار 14 و4 تمام. واقيس الوتر التاني 13 و3. وبكده نكون قدرنا ان احنا نحل مشكلة الشطرات اللي بتكون موجودة في الرسمة، واقدر ارسمها على اللوحة وبعد كده اعمل التقسيم المعماري. اتمنى ان شاء الله ان الفيديو يحقق اكبر قدر من الاستفادة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.